السلام عليكم شباب. من يتذكر هاي العمل النقدية؟ الربع والنص، الربع دينار والدينار والخمسة والعشرة والخمسة وعشرين. هذا هم نوع الآخر. هذا الربع والنص والدينار والخمسة والعشرة والخمسة وعشرين. هذه كلها سويسرية، يعني ما ثمانينات ذني، أغلبهن ثمانينات. بهن هذا الوحيد 79، وهذا 85. الدينار هذا 84، 80، 81، 82. هذه ما جيل الطيبين، حتى الطبعة مالتها زينة الأصلية. هاي كانت تقاوم قبل، يعني مو مثل هسه الدينار مال هسه والألف دينار والعملة مالتنا، يعني اكو فرق بين عملتنا مال هسه والقديمة. هذه العملة هي مال هسه، هذا الدينار هذا هيك شكلها صار أصفر، بس هذا أحسن. هذا كان أحسن. هذا يظل دائما هو هذا الراقي الأصلي. ودائما العملة هي تكون كل ما قديمة كل ما غالية، يعني أغلى من مال هسه. هذا ربع دينار. هذني اللي قديم يعرف ذني شنو كان يشتري بيهن، يعني بالسبعينات هيجي، يمكن حتى كان يشتري بيهن بيت. إذا كان بال79 أو بالسبعينات. هاي العملة كانت هيك شكلها، يعني هاي شو النظافة مالتهن. كل ما العملة تكون عدلة كل ما أحسن، كل ما نظيفة، يعني منت. وإذا العمل قديمة كلش، ملك غازي، ملك فيصل الأول، وكل ما العمل مثل هذه تكون تسلسل مالتها. شلون هذا الأرقام اللي بيها، إذا الأرقام مثل هاي رقم مالتهم، يعني كلها أصفارة كلها سبعات، يصير غالي. مثلا نص دينار. هذا النوع مال عبد الكريم، هذا عبد الكريم قاسم.
إن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني، وأنشر بعد العمل النادرة، عمل حلوة ونادرة وكل ما مهمة أنا أنشر لكم وأقول لكم حتى قيمتها يعني.